ليلى ليلى. دمنو ده انت كنت ماشي الجامعة، ودمنو الشاب اللي انت ماشي معاه في الشارع ده؟ ده صاحبي عماد يا ابوي. بس الكلام ده ما غلط. احنا ما قاعدين نعمل حاجة غلط، يا بنتي ما ممكن تخطي النار بالقش. بس هو عادني انه يجيب لي كل حاجة انا بحتاجه يا ابوي. انا ابوكي ملتزم اجيب لك كل حاجة. بس انت دايما بتجود فيني وما قاعد تسمعني، هو قاعد يسمعني. خلاص معلش يا بنتي، انا بعد كده كل حاجة بوفره لك. بعد كده عشان احنا كمان هسه انت لو داير تمشي البيت وتمشي ترجع ورا ولا تمشي قدام؟ بمشي قدام طبعا. عشان كده يا بنتي انت بعد كده تركزي على القرايه والشهاده. كويس؟ كويس. واحنا هنمشي البيت عشان بعد كده ماما ممكن تقوم تقفل لنا الباب. ماشي؟ ماشي. يلا. سلام أخي السوداني، أختي السودانية، الأمة السودانية. هنتناول موضوع جميل وأجمل من جميل، موضوع سمح، عشان كده خليك قريب ونسمع الكلام الحلو اللي هنتكلم عنه. هنتكلم عن المرأة، أي الأم اللي بقت سبب إنه إحنا نكون في الأرض. يعني ربنا خلق المسكونة بكل ما فيها من بداية النور، قال عليه هذا حسن، والأرض والبحار والأشجار وأسمارها والكواكب وكل ما في الأرض. لكن قال ليس حسن أن يكون آدم وحيدا، وخلق له المرأة، وبعدها قال على الإنسان هذا حسن جدا. أكيد حسن فعلا، عشان إحنا يعني بنكمل بعض أنا والمرأة، وكأنما يعني اكتملت حياة خلق البشر بعد ما خلقت لنا حواء. ودي حقيقة إلهية في خلق حواء. حواء هي زوجتي، هي أختي، هي أمي، بنتي، أقرب أقاربي هي. ولكن للأسف انعادات في مجتمعنا نتيجة عدم وضوح مكانة المرأة فيها بشكلها الصحيح. مجتمعنا خط عليها معاناة، فرض سيطرة الأخ الكبير أو الصغير، حتى لا أنت ما تعملي كده وما تسوي كده، فرضوا لها السيطرة. عدم وعي إنه مفروض نكمل بعض، لا بقى فيه إنه لا، الأسرة سواء كان الأب أو الأم من البداية، ويبدأ الأخ يتحكم في لبسها وبيتكلم يعني مع مين، وظنون كثير مخلوطة عن أخته، يبدأ السيطرة على وجه نظرة، يعني نظرته إنه هو كرجل، والحقيقة هو العكس تماما. الأب لا يقدر أو لا يقدر بنته ولا احتياجاتها النفسية والعاطفية. احنا عارفين أكيد البيت بتحتاج، المرأة بتحتاج، ويحملها ولا يعرف أي ظروف بتمر بها، ويعني علاقته بها بيختصر على حاكم ومنفذ، المفروض تعمل كده وتسوي كده خلاص. يعني كذلك أمهاتنا، يعني الأم تربت بنفس القسوة وسلبت بنتها حق التمتع بكل شيء. مجتمع خط قواعد لا نفهم أسباب فرضها على الفتى من الأساس، دون أسباب منطقية ولا حتى دينية أو أخلاقية. وبينما إحنا كرجال وكمجتمع قفلنا على البنت بمحاذير أخلاقية، كانت نتيجتها ردود عكسية للفتيات. واحدة من أهم أسباب انحراف البنات عاطفيا في سن المراهقة، سن النمو، لأنها اتفرضت عليها ضغط شديد. أنا لا أقصد أبدا أن يكون الكلام ده مبرر للخطأ، ولكن أنا بشاور على ليه الخطأ بيحصل من الأساس. خلينا نعرف أنه البنت هي الجمال، تاج الجمال، تاج جمال الحياة في كل زمن وكل مكان على الأرض. وفي بنات كثيرات وأمثلة ناجحة تصدرت عناوين مقالات عالمية بتوليهم مناصب سياسية أو تميزوا بأنشطة إبداعية وكانوا نماذج احنا نفتخر به جدا كسودانيين. المرأة هي انعكاس لصورة الرجل بالأساس. لو احنا قيدناها وقهرناها لأن ظنونك إن هي كده وإن هي كده، تصدر لمجتمع أو لفئة معينة إنه الفتيات العاطلات المنفلتات المتمردات هن كده، أعطيتها حقوقها. لا، العكس، خلينا نقول إنه في مجتمع تاني قدرت المرأة، أدوها حقوقها بالكامل كما قسمت الحياة لها، وإنها تقوم بدورها، وادوها
يعني دور كويس، وجدت مجتمع راقي متحضر متوازن وناجحا. المرأة أختك عليك أن تحترمها وتكون صديق لها، تسمعها وتقدرها، وزوجتك كنفسك، تعاملها، ترعاها، تسدد لها احتياجاتها وتسر قلبها. بنتك أسمعها، أحتويها، شبع مشاعرها بحنانك وصادقها، وقتها حتصونك وتصون قلبها اللي بيتكسر في 100 حتة لو خرجت برا حضانك. حستنى تعليقاتكم ومشاركتكم على صفحات التواصل الاجتماعي للبرنامج، وألقاكم في حلقة ثانية. مرحبا بكم، إن شاء الله.